في الدنيا كلها، لو عجبك خبرنا اشترك اعمل كومنت ولايك عشان تعرف خبرنا الجديد. ياسمينة زيتون ملكة جمال لبنان بتصريحات مثيرة عن قرارها بخصوص ارتداء الملابس الفاضحة وارسالها لنصيف زيتون. صرحت الشابة اللبنانية ياسمينة زيتون ملكة جمال لبنان لعام 2022 بأن حياتها انقلبت بعد حصولها على اللقب، وتابعت: قبل التتويج كنت متحمسة كثيرا لتحقيق أحلامي بأسرع وقت ممكن، ولكن اليوم أصبحت أكثر هدوء وأسير بخطوات ثابتة لترك بصمة مميزة. وبشأن الشائعة اللي انتشرت بأن جهة قطرية دفعت للحصول على اللقب، أوضحت أنها لم تنزعج من هذا الأمر، وأنها قرأت هذا الخبر قبل التتويج بيوم. وعلى التعليقات الساخرة عن ملابسها خلال حفل التتويج، قالت: شو ما لبست كانوا راح يعلقوا. وتطرقت ياسمينة تعليق الفنان نصيف زيتون إلا أنها بفوزها باللقب معتبر إن كل بيت زيتون حلوين. ردت عليه: أنت إنسان طيب وراقي.